السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أزكى الصلاة والسلام. قصتنا اليوم هي القصة ديال أم المؤمنين السيدة أم سلمة. أم سلمة هي بنت أمية بن المغيرة، وهي بنت عم خالد بن الوليد. كبرات في واحد البيت اللي كان كريم، وكانت العائلة ديالها ميسورة، عندهم الثروة والجاه، وكان باها كيلقبوه وكيقولوا ليه زاد الركب، لأنه كان كينفق على جميع الناس اللي تيكونوا مسافرين معه. سلمات هي وراجلها أبو سلمة من بعد 8 الناس اللي سلموا الأولين، وكانت من السابقات للإسلام. ومن اللي مات أبو سلمة ورزقوا الله بالشهادة في سبيل الله في غزوة أحد، حزنت عليه بزاف وقررت باش ما عمرها تزوج. حاولوا الصحابة باش يخفوا على أم سلمة وخطبها أبو بكر وما بغاتش، وبغى النبي صلى الله عليه وسلم باش يكرمها، خطبها صلى الله عليه وسلم وما لقاتش شي واحد أحسن من رجلها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كانت أم سلمة خايفة من 3 الأمور، اللي هي الغيرة ديالها، وكبيرة في العمر، وعندها الدراري. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها الغيرة غيحيدها الله منك، أما من ناحية العمر قال لها أنا كبر منك، وأما الأولاد فإلى الله ورسوله. وربى النبي صلى الله عليه وسلم ولادها تربية حسنة، وزوج سلمة ولدها من بنت عمه حمزة بن عبد المطلب إكراما لها. وكانت أم سلمة عندها واحد الشخصية قوية، وكتعتز براسها، وكانت معروفة بالجمال ديالها، وكانت معروفة بالذكاء والعقل الكبير ديالها، وكانت كتعرف تتصرف. داكشي علاش النبي صلى الله عليه وسلم كيتشاور معها في بزاف الأمور. عاش أم سلمة أم المؤمنين عمر طويل، وكانت حياتها الطويلة عامرة بالمشاركة ديالها للنبي صلى الله عليه وسلم في بزاف المواقف، وسانداتو في فتح خيبر وصلح الحديبية وحصار الطائف وحجة الوداع وبزاف المواقف. ومن بعد 90 عام من العمر ديالها رضي الله عنها كانت الوفاة ديالها، وسلمات الروح لله عز وجل راضية مرضية، فرضي الله عنها وأرضاها. وإلى قصة أخرى من سلسلة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.